النهاردة هنتعرف على طرق عملية للتمرين في رمضان. التمرين في رمضان مش عائق ولا حاجة غلط. بالعكس، رمضان ممكن يكون فرصة تحافظ فيها على جسمك ولياقتك لو فهمت إزاي تتعامل مع التمرين صح. ناس كتير بتغلط، يا إما توقف تمرين خالص يا إما تتمرن بنفس الشدة وكأن مفيش صيام، وده بيؤدي لإجهاد وفقدان عضل وطاقة. علشان كده لازم تغير استراتيجيتك في رمضان، مش تلغي التمرين. شفائيات. أول نقطة: اختيار التوقيت المثالي للتمرين. أفضل وقت للتمرين في رمضان غالباً بيكون بعد الفطار بساعتين، لأن الجسم بيكون دخلته مية وأكل، وده يسمح لك تتمرن من غير دوخة أو هبوط. وفي ناس بتفضل قبل الفطار بتمرين خفيف لو هدفها حرق دهون. تاني نقطة: تعديل شدة وحجم التمرين. رمضان مش وقت تزود أوزان أو تكسر أرقام. قلل الشدة بنسبة بسيطة وركز على الأداء الصح والتحكم في الحركة، وده يحافظ على عضلاتك من غير إجهاد. تالت نقطة: اختيار نوع التمرين المناسب. ركز أكتر على تمارين المقاومة الأساسية وابعد عن التمارين الطويلة المرهقة. قلل الكارديو العالي الشدة وخليه خفيف أو متوسط حسب طاقتك. رابع نقطة: التغذية الذكية بعد التمرين. بعد التمرين الجسم بيكون محتاج بروتين علشان يحافظ على العضلات ويبدأ التعافي، مع كربوهيدرات معقدة باعتدال علشان تعوض الجلايكوجين من غير تخمة. خامس نقطة: شرب المية وتجنب الجفاف. اشرب مية بشكل منتظم بين الفطار والسحور، مش مرة واحدة، وحاول تزود الأملاح الطبيعية باعتدال علشان تمنع الصداع والإرهاق. سادس نقطة: النوم والراحة في رمضان. النوم في رمضان بيتلخبط عند ناس كتير، لكن قلة النوم بتدمر التمرين والعضل. حاول تنام عدد ساعات كفاية حتى لو متقسمة، لأن التعافي جزء أساسي من النجاح. الخلاصة: علشان تتمرن في رمضان صح، لازم تختار توقيت مناسب، تقلل الشدة بذكاء، تركز على التمرين الصح، تغذي جسمك كويس، وتدي النوم والراحة حقهم. لو عايز تطلع من رمضان محافظ على جسمك وقوتك، اعمل لايك واشترك في القناة علشان توصلك خطط وتمارين تناسب رمضان، واكتب في الكومنت بتتمرن كام مرة في الأسبوع في رمضان.